بيبدأ فيلمنا بشخص غريب بيحكي لنا إن من حوالي 100 سنة ظهرت مخلوقات عملاقة على شكل بني آدمين اسمهم التايتنز، والبشر اللي نجوا منهم قدروا يبنوا جدار ضخم علشان يحموا نفسهم من هجمات التايتنز، ومن وقتها عاشوا في أمان تاني وفضلوا متمسكين بالأمل إن الجدران دي تفضل موجودة للأبد. وبعد مرور 100 سنة الناس بدأت تنسى حكاية التايتنز دي وبقت مجرد أسطورة بيكتبوها في كتب التاريخ وبيحكوها للأطفال علشان يخوفوهم. الناس اللي كانت عايشة ورا الجدران ما كانش مسموح لهم يخرجوا منها لأن الحكومة كانت منع أي حد يعدي، ومن ساعتها عاشوا طول عمرهم ورا الجدران من غير ما يطلعوا منها خالص. العالم اللي ورا الجدران كان مقسم ل3 مناطق. المنطقة الثالثة كانت للفلاحين اللي عايشين في الأراضي الزراعية، والمنطقة الثانية للمصانع. أما المنطقة الأولى واللي كانت أبعد منطقة عن الجدار فدي كانت خاصة بالطبقة الغنية والحكومة، وكان ممنوع منعاً تاماً إن حد ينتقل من منطقة للتانية. وفي يوم من الأيام في العالم اللي جوه الجدران بنتعرف على شاب اسمه آيرين. آيرين بيقابل صحابه أرمين وميكاسا واللي كانوا عايشين في المنطقة الثالثة. آيرين وميكاسا كانوا بيحبوا بعض جداً، والمكان اللي عايشين فيه كان مليان صواريخ ومدافع. آيرين من الفضول كان دايماً بيبص للجدران، وكان حلمه إنه في يوم يعديها علشان يعرف إيه اللي وراها. وفي لحظة آيرين بيضرب صاروخ كان جنبه وبيكتشفوا إن عليه خريطة فبيشوفوا فيها البحر لأول مرة. التلاتة بينبهروا وميكاسا بتحاول تتخيل شكل البحر الحقيقي وبتقول أكيد ده مكان جميل. بعدها آيرين بيقرر إنه لازم يعدي الجدار وبيقدر يقنع صحابه، وبالفعل بيتسللوا من ورا الحراس لحد ما بيوصلوا للجدار، ولما بيشوفوه من قريب بيتصدموا من ضخامته. آيرين بيكون عايز يتسلق الجدار علشان يعدي للناحية التانية، بس ميكاسا وأرمين بيمنعوه وبيقولوا له إن ورا الجدار في عمالقة اسمهم التايتنز وممكن ياكلونا. بس آيرين ما كانش مصدق إن التايتنز موجودين أصلاً لأن محدش شافهم بقالهم 100 سنة. وفجأة العساكر بيوصلوا وبيحاولوا يمسكوهم، بس آيرين ما بيستسلمش وبيضرب العساكر ومش بيهتم بالعواقب. ولما واحد من العساكر كان هيضربه بالنار بيظهر القائد زيلدا، وده كان صديق أبو آيرين وقائد الجنود. زيلدا بيتدخل وبيوقف القتال وبيقول للجنود سيبوا العيال دول أنا هتصرف معاهم. ولما الجنود بيمشوا زيلدا بيبدأ يتريق على تصرفات آيرين، لكنه في نفس الوقت كان متعاطف مع رغبته في الحرية وبيقول له أنا فاهم إنك نفسك تعدي الجدار وتشوف العالم اللي وراه، بس ما ينفعش تغامروا لوحدكم. كده الجيش أصدر قرار إنهم هيعدوا الجدار ويستكشفوا اللي وراه، لكن فجأة بيسمعوا صوت انفجارات والأرض بدأت تهتز بقوة كأن في زلزال. الجدار كمان بدأ ينكسر وكان واضح إن في حد من الناحية التانية بيحاول يكسره. وفجأة بيظهر تايتنز عملاق أطول من الجدار نفسه وكان جسمه كله محاط بدخان، وجنود الجيش شافوه هم مرعوبين. العملاق بدأ يصرخ بصوت عالي جدا وبعدين ضرب الجدار برجله وفضل يضرب فيه كذا مرة لحد ما قدر يكسره فعلا، وبعدها اختفى ومشي بطريقة غامضة. آيرين وصحابه بدأوا يشوفوا تايتنز تانيين وهم داخلين من الفتحة اللي اتكسرت في الجدار. وشهم كان مرعب وحجمهم ضخم جدا وبدأوا يتحركوا ناحية المدينة بتاعتهم. الجيش حاول بأقصى ما عنده يتصدى ليهم ويدافع عن الناس، وبدأوا يضربوا التايتنز بالمدافع، بس الهجمات دي ما كانتش بتأثر فيهم غير إنها تبطئ حركتهم شوية، لأن التايتنز كان عندهم قدرة على الاستشفاء وتجديد الخلايا اللي بتتدمر. الجنود بدأوا يتعبوا ويخافوا واللي يقدر يجري بيجري. التايتنز مسكوا الجنود وبدأوا ياكلوهم وهم عايشين، وآيرين وأصحابه كانوا بيحاولوا يهربوا ويرجعوا لبيوتهم، والمدينة كلها كانت غرقانة في الرعب والخوف. حصلت فوضى كبيرة بسبب التدافع والزحمة والناس كانت بتجري في كل اتجاه. التايتنز بيجروا وراهم وبيضربوا المباني وبيهدوها وبياكلوا أي حد يقابلهم في طريقهم، وبيدوسوا على البشر برجليهم كأنهم مجرد حشرات. آيرين بياخد ميكاسا على بيت كبير وكل أهل المدينة دخلوا البيت ده علشان يستخبوا جواه، بس بسبب التدافع والزحمة آيرين اتفصل عن ميكاسا لأن ميكاسا شافت طفل واقع على الأرض وقررت تنقذه. وفي نفس الوقت الناس دفعوا آيرين جوه البيت وهو كان بيحاول يوصل لها لكنه فشل. الناس بعدها قفلوا أبواب البيت وهم مرعوبين ورفضوا يفتحوا لأي حد. آيرين كان بيبص من الشباك وشاف واحد من العمالقة شكله مرعب وأسنانه مخيفة وكان بيقرب من ميكاسا. ميكاسا اتجمدت في مكانها وغمضت عينيها مستنية مصيرها، وفجأة حصل انفجار ضخم جدا ومن شدته كل الناس وقعوا على الأرض. بعد كده آيرين بص من الشباك ولقى إن ميكاسا وتايتنز اختفوا من المكان. خرج يجري بره البيت والناس قفلوا الباب وراه بسرعة، وعرف إن ميكاسا خلاص ماتت ووقف يتفرج على المدينة وهي
وهي بتتدمر، وشاف التايتنز وهم بيهدوا البيت اللي الناس مستخبيين فيه وبياكلوا كل اللي جواه. الدم بدأ ينزل من تحت الباب، وآيرين كان واقف مش مصدق اللي بيشوفه. بعدها مشي من المكان وهو في حالة صدمة ويأس، وراح على المنطقة التانية اللي فيها المصانع. وبعد الكارثة دي بسنتين بنشوف إن الناس اللي هناك لسه عايشين، وده بفضل الجدار القوي اللي بيحميهم. الجيش كان بيخطط يسيطر على المنطقة الثالثة اللي اتهاجمت من التايتنز، وبنعرف إن الناس اللي قدروا يعيشوا هربوا على المنطقة الثانية وسابوا المزارع بتاعتهم في المنطقة الثالثة تتدمر. وتدمير المزارع ده تسبب في نقص كبير في الموارد الغذائية، وده خلى معدلات الوفيات والجرائم تزيد بشكل كبير. وعلشان كده الجيش كان لازم يستعيد المنطقة الثالثة ويصلح الجدار ويواجه التايتنز علشان ينقذوا نفسهم وينقذوا الشعب من الجوع. الجنرال كوبو قدم للجنود خبيرة الأسلحة الكابتن هينج، وهينج دي ورتهم جهاز جديد المفروض إنه هيساعدهم في قتل التايتنز. الجهاز ده بيخليهم يطيروا في الجو، وهينج شرحت لهم إن نقطة ضعف التايتنز هي الرقبة، وقالت لهم لو قدرنا نصيب رقبتهم هنقدر نقتلهم. أما آيرين فانضم للجيش هو وصاحبه أرمن، وبنعرف إن أرمن كمان قدر ينجو من مذبحة التايتنز اللي حصلت من سنتين. آيرين كان حاطط على نفسه مسؤولية موت ميكاسا وحاسس بالذنب ناحيتها. في الوقت ده بيقابل الكابتن زيلدا اللي كان هو المسؤول عن توزيع الأكل على الجنود، بس حالته كانت صعبة جدا لأنه دايما سكران وفاقد الأمل في الحياة بسبب التايتنز. آرمن بيشرح لزمايله خطة الجيش وبيقول لهم إنهم لازم يفجروا الجزء العلوي من الجدار علشان لما الجزء ده يقع هيسد الفتحة اللي التايتنز بيدخلوا منها. وقتها الجدار هيبقى أصغر بس يفضل أطول من حجم التايتنز، وده هيساعدهم إنهم يستعيدوا أراضيهم. الجنود بدأوا يستعدوا للتحرك عند غروب الشمس لأن التايتنز بيناموا بالليل زي البشر بالظبط. وفعلا الجيش بدأ يتحرك بالليل بالعربيات، لكن الكابتن حس إن في حاجة بتتحرك قدامهم فوقفوا العربيات فورا. الجنود نزلوا وبدأوا يستكشفوا المكان، لكن اكتشفوا إن اللي قدامهم مجرد شوية بقر. وفي الوقت ده واحدة من الفريق اسمها هيانا سمعت صوت طفل صغير بيعيط جوه الجدران، وافتكرت إن الطفل ده في خطر ومحتاج مساعدة. هيانا قررت تروح ناحية الصوت، وآيرين قرر يروح وراها علشان ما يفقدها هي كمان زي ما فقد ميكاسا. بدأوا يتقدموا هما الاتنين جوه الجدران، وآيرين هو كمان سمع صوت الطفل الصغير. وفجأة سائل غريب وقع على وش هيانا، فبصوا هما الاتنين فوق ولقوا إن الطفل الصغير ده في الحقيقة ابن تايتنز وكان بياكل إنسان عادي. الطفل العملاق وقع على الأرض وبدأ يعيط، والاتنين اتخضوا جدا وجريوا بأقصى سرعتهم. وصوت الطفل العملاق صح كل التايتنز تانيين واللي بدأوا يحاصروا الفريق كله. الكابتن كان بيحاول يهدي الجنود علشان ما يعملوش صوت والتايتنز ما يعرفوش مكانهم. وقبل ما الكابتن يكمل كلامه ظهر واحد من التايتنز فجأة وأكله. آيرين وهيانا بدأوا يجروا ناحية الفريق والعمالقة بيطاردوهم. الجنرال كوبو شاف الخطر اللي جاي عليهم فهرب هو والأسلحة اللي معاهم، وساب الجنود لوحدهم يواجهوا مصيرهم. الجنود ما كانش قدامهم غير الجري بس، وهم بيهربوا ظهر قدامهم تايتن ضخم سد عليهم الطريق. وقبل ما الفريق كله يموت بيظهر كابتن اسمه شيكي شيما ومعاه سلاح غريب، وبيهجم على التايتنز ده وبيضربه في رقبته وبيقدر يموته فعلا. بعدها بتظهر بنت تانية بنفس السلاح وبتقتل واحد تاني من التايتنز، والعملاق بيقع على الأرض وما بيقدرش يقوم. وبيطلع إن البنت دي هي ميكاسا. ميكاسا بتشوف آيرين بس ما بتديهوش أي اهتمام، وبيجي الكابتن شيكي شيما وبينطلقوا هما الاتنين سوا. وآيرين وقف مصدوم ومش مصدق إنها لسه عايشة، وبيبان إن شيكي شيما واحد من جنود الجيش الكبار وهو اللي علم ميكاسا إزاي تحارب التايتنز. وباستخدام السلاح الجديد بيقدروا يطيروا ويوصلوا لرقبة التايتنز ويقتلوهم بسهولة. الجنرال كوبو بيوري شيكي شيما الممر الأرضي اللي هيستخدموه كملجأ للبشر لو خسروا الحرب ضد التايتنز. في نفس الوقت واحد اسمه جين بيهاجم آيرين وبيقول له أنت السبب، بسببك كنا كلنا هنموت. آيرين بيتعصب وبيضربه وبتبدأ خناقة بينهم، لكن ميكاسا بتوصل وبتفصلهم عن بعض. شيكي شيما كمان بيوصل وبيسأل آيرين عن اسمه، وبعدها بيطلب يتكلم معاه على انفراد. شيكي شيما بيسأله وبيقول له أنت ليه بتكره التايتنز؟ فيرد آيرين وبيقول له علشان هم سرقوا أرضنا وحريتنا. لكن شيكي شيما ما كانش متفق معاه وبيقول له البشر هم اللي حطوا نفسهم في الموقف ده من زمان لما قرروا يحبسوا نفسهم جوه الجدران بدل ما يواجهوا تايتنز. الخوف هو عدو الإنسان الحقيقي مش التايتنز. الخوف هو اللي بيخليك تهرب، ولازم نحاربهم بكل شجاعة علشان نستعيد أرضنا. بعدها آيرين بيروح لميكاسا وبيقول لها إنه فرحان لأنها لسه عايشة، بس ميكاسا كانت حزينة جدا وبتوريه علامة عضة كبيرة في جسمها.
اسمها وبتقوله أنت سبتني لوحدي أواجه العملاق ده، وشيكي شيما هو اللي جه وأنقذني. وبيظهر بعدها شيكي شيما وبيبان أن في علاقة حب بينه وبين ميكاسا. ايرين بيتضايق جدا لما بيشوف ده وبيخرج بره ويبدأ يصرخ ويعيط. هيانا بتظهر وبتحاول تهديه وبتاخده معاها لمكان تاني وبتحاول تواسيه، وهناك بتحكي له إن جوزها مات من سنتين وقت ما تايتنز هجموا عليهم، وقالت له إنها دخلت الجيش علشان تقدر تصرف على بنتها. وهم بيتكلموا بيقطع كلامهم تايتنز ضخم وبيبص عليهم من فتحة صغيرة، وبعدها بيمد إيده ويسحب هيانا علشان ياكلها. ايرين بيشوف اللي بيحصل وما بيكونش في إيده حيلة. التايتنز بيبدأوا يقربوا من الجنود، والجنود بيسيبوا المكان وبيهربوا، واللي معاهم الأسلحة اللي بتخليهم يطيروا بيبدأوا يهاجموا تايتنز. وشيكي شيما بيهاجمهم بكل شجاعة وبيقتل عدد كبير منهم. كمان ميكاسا بتنضم ليه وبتقتل فيهم واحد ورا التاني، بس في جنود كتير بيموتوا وبيتفعصوا من التايتنز. عدد كبير من الجنود بيموت علشان خايفين ومش عارفين يحاربوا. كوبو بيأمر الجنود إنهم يحموا المتفجرات، وواحدة من الجنود كانت بتعيط على جوزها اللي مات بسبب العمالقة دول، والكابتن زيلدا بيحاول يهديها وياخدها ويمشوا، بس هي بتقوله إنها هتنتقم لجوزها. الكابتن هينج بيلاحظ إن في حد بيسرق عربية المتفجرات وبيهرب من المعركة، بس الست اللي جوزها مات بتنط على العربية قبل ما تهرب وبتولع في المتفجرات اللي في الشاحنة، وبتنط على السواق الحرامي اللي كان عايز يهرب وبتضربه، وبتسيطر هي على الشاحنة وبتتحرك ناحية العملاق اللي قتل جوزها وبتخش فيه بالعربية، والمتفجرات بتنفجر وبيحصل انفجار كبير وبيوقع كذا واحد من التايتنز على الأرض. بس الهجوم والانفجارات دي كانت بلا جدوى علشان التايتنز بيقدروا يجددوا الخلايا بتاعتهم وبيقوموا من تاني وبيبدأوا ياكلوا الناس. ايرين بيشوف جين مستخبي على السطح فبيقول له روح قاتل زي الباقي، بس جين بيعترف له إنه جبان. وهنا ايرين بيفتكر الكلام اللي شيكي شيما قاله له قبل كده بخصوص الخوف، وبيجري ايرين بالسلاح ناحية التايتنز وهو في قمة الغضب وبيحاول يقتلهم، بس بيواجه صعوبة علشان ما بيعرف يقاتل ولا يعرف يستخدم السلاح. وشيكي شيما بيشوف شجاعة ايرين وبيبدأ يوجهه ازاي يقتل التايتنز، وايرين بكل شجاعة بيقدر يقتل واحد فيهم. وقبل ما كان هيحتفل باللي عمله بيطير ايرين بالغلط ناحية بق واحد من التايتنز، والعملاق للأسف بياكل رجل من رجلين ايرين بيقع على سطح واحدة من العمارات، والجنود بيلاحظوا ان التايتنز محاوطين المبنى اللي جين محبوس فيه. ارمين بيخطط لخطة علشان ينقذه، وبيبدأوا الجنود يطلعوا أصوات عالية جدا علشان يجذبوا انتباه التايتنز. وفعلا التايتنز بيتشتتوا، وجين جات له فرصة انه يستخدم السلاح الجديد وبيهاجم واحد من التايتنز ويقتله. بعدها الجنود اللي طلعوا الأصوات كانوا بيهربوا، بس للأسف ارمين بيتمسك من واحد من التايتنز وكان هياكله. الكل بيتدخل وبيهاجموا العملاق، بس هجماتهم ما كانتش فعالة عليه. ايرين بيشوف صاحبه ارمين في خطر فبيتحرك ناحية العملاق بالعافية رغم إصابته. العملاق بيفتح بقه علشان ياكل ارمين، لكن ايرين بيقف على رجل واحدة علشان ينقذ صاحبه، وارمين بعد ما اتبلع كان بيحاول يتسلق ويطلع من بقه. في اللحظة الحرجة دي ايرين ظهر فجأة من العدم ومد ايده بكل قوة وبيمسك ارمين قبل ما يبقى في بطن العملاق، وبشجاعة كبيرة ايرين قدر يرمي صاحبه بره فم العملاق، لكنه هو وقع جوه وايده اتقطعت. ايرين نزل بسرعة جوه جسم العملاق وعيونه شافت منظر مأساوي، جثث البشر حواليه ومن بينهم هيانا اللي فقدها قدام عينه. وبكل ألم وغضب ايرين صرخ ووعد نفسه ان محدش من التايتنز هيفلت منه وانه هيقتلهم كلهم. الجنود كانوا كلهم محاصرين، والجنرال كوبو كان من المفقودين بسبب الخوف. ارمين بص لميكاسا وقال لها ده اللي فاضل من ايرين، وميكاسا لما شافت ايده صدمتها خلتها تقرر تنتقم لايرين بكل قوتها. ميكاسا بدأت تقاتل بكل شجاعة وقدرت تقتل كذا تايتنز بسهولة، بس السلاح بتاعها خلص منه الغاز ووقعت على الأرض. العملاق اللي أكل ايرين قرب منها، وميكاسا بالرغم من إن سلاحها ما بقاش شغال قررت تكمل وتقاتل لحد آخر نفس فيها. وفجأة حصل شيء غريب، العملاق بدأ يتقيأ وفي لحظة طلعت إيد من جوه جسمه وبعدها جسمه انفجر بالكامل، ومن جوه ظهر عملاق جديد لونه أحمر، صوته كان مزعج وصرخته مليانة غضب. العملاق الأحمر بدأ يهاجم باقي تايتنز ويستهدف نقاط ضعفهم ويدوس عليهم برجليه بلا رحمة. الجنود وقفوا مندهشين ومش قادرين يصدقوا اللي بيشوفوه، لأنهم عمرهم ما شافوا تايتنز بيهاجم شعبه قبل كده. العملاق الأحمر كمل مهمته، والتايتنز التانيين حاولوا يضربوه ويتجمعوا عليه، بس كل محاولاتهم باءت بالفشل. ميكاسا وهي بتبص عليه حست إن طريقة قتاله مألوفة جدا ليها، والكابتن زيلدا شاف كل ده
ميكاسا وحس إن اللي بيقاتل هو ايرون. العملاق الأحمر قدر لوحده يقضي على كل التايتنز وصرخته ملأت المكان. التايتنز التانيين هربوا من مكان المعركة، والعملاق الأحمر لاحظ الجنود على السطح وجري ناحيتهم. الكل اتخض وخاف وجرى إلا ميكاسا اللي نادت عليه باسم ايرون. العملاق وقف لحظة، مسك ميكاسا ورفعها في الهواء وفضل باصص لها كويس وبعدها تعرف عليها. وهنا ايرون بدأ يتحول ووقع على الأرض وجسمه بدأ يطلع دخان من النار اللي جواه. ميكاسا قربت منه وقطعت رقبته بالسيف وقدرت تخرج ايرون من جسم التايتنز. وبنشوف ان ايرون لسه على قيد الحياة، ورجله وايده اللي اتأكلوا رجعوا له تاني بفضل قدرة تجديد الخلايا عند التايتنز. الكل اتفاجئ لان ايرون اتحول لواحد من التايتنز. ولحد هنا بيكون الجزء الأول وصل لنهايته. لو عايزين الجزء الثاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسوش لينا لايك واشتراك في القناة. سلام.